بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عمر الفراخ البيضاء النهارده 18 يوم، ومعادنا برضه مع خلطه جديده رفع وزن الفراخ. الخلطه اللي انا نزلتها من حوالي 3 ايام، انا نزلتها الفراخ عندي مرتين. بصراحه فرقت معايا جدا في الوزن. اللي مشافش يا جماعه الخلطه دي انا هسيب لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف. النهارده هقول لكم على خلطه تانية انا زودت الاضافات على الخلطه اللي فاتت عشان برضو اقدر ان انا احسن الوزن، وفي نفس الوقت انا حريصه في الخلطات اللي انا بقدمها اني ما اعملش ضغط على الفرخ في الحر، ما نزلش حاجه ترفع معاه درجه الحراره وتزود عنده اللحس والنهجان. انا هنزل حاجه ترطب معده الفرخ، تخلي الفرخ يعرف ياخد نفسه كويس، وفي نفس الوقت هتحسن معايا وزن الفرخ وتحسن معايا النمو بتاعه. هقول لكم على مقادير الخلطه، تابعوا معايا الفيديو للنهايه. ده يا جماعه نص كيلو علف. زي ما انتم شايفين انا لسه برضه اهو اليوم الثالث ليا وانا لسه برضه بخلط الباقي على الناوي. اول حاجه دول اهو معايا معلقتين من الفول الصويا، والناس اللي هتقول لي ان الفول الصويا هتعمل ضغط على الكلى، ما انا لما هضيف برضه اهو معلقتين 3 كده من الرده، فانا كده برضه بقلل البروتين اللي في العلف، فبالتالي معلقه الفول الصويا اللي انا حطاها دي مش هتعمل ضغط على الكلى ولا حاجه. معاهم اهو معلقه نشا، دي المقادير برضه اللي انا نزلتها في الفيديو بتاع امبارح. يا جماعه المقادير دي فرقت معايا جدا، خلت اخراج الفرخ ماسك. يعني الناس اللي عندها اسهالات ممكن تنزل الحاجات دي على العلف، هتساعد معاها في علاج الاسهال. هجيب طبق، علبة اهو زبادي، استعمل الزبادي عشان خاطر الحر علشان يهدي ويرطب معايا معدة الفرخ. معاهم اهو يا جماعة حوالي معلقتين من الحلبة المغلية، انا هضيفهم اهو بالحلبة بالحصى بتاع الحلبة. معاهم برضو حوالي معلقتين تاني من النعناع. ريحة النعناع كده الفرخ لما هيشم ريحة النعناع في الخلطة هيساعد معاه على التنفس وهيهدي معاه النفس بشكل كويس. ومعاهم معلقة صغيرة من العسل الأسود، مكترش عسل علشان الحار. معلهم حوالي اهو جرام يا جماعة من الخميرة. زي ما قلت ان انا بستعمل الخميرة البيطري، بس لو انتم مش متاح عندكم الخميرة البيطري فانتوا هتستعملوا الخميرة الفورية. بس زي ما انا قلت في الفيديو اللي فات ان انتوا هتركنوا الخميرة دي وتسيبوها كده تتفاعل مع المكونات دي مع بعض حوالي تلت ساعة، علشان الخميرة الفورية متختمرش في معدة الفرخ وتسبب ليه اسهالات. هقلب الاول المكونات دي كده مع بعض. هضيف معاهم خلطة وهقلبها برضه كده بشكل كويس. طبعا يا جماعة انا مجوعة الفراخ دي حوالي 3 ساعات ومعطشاها كمان حوالي ساعة. يعني في الاول شلت كده المية والاكل من قدام الفراخ، بعد ساعة بالظبط نزلت على المية للفراخ، بس نزلت معاها خل وليمون. وزي ما قلت قبل كده في كذا فيديو ان الخل هنا بفايدته ان هو بيوقف معايا بس نشاط البكتيريا الضارة. البكتيريا الضارة دي متنفعش تعيش في وسط حمضي، الخل هيحمض المعدة وهيوقف نشاطها، فبالتالي انا هشتغل على البكتيريا النافعة، فده هيكون مفيد واحسن للكتكوت عشان وزنه معايا يزيد. بالنسبة يا جماعة لتغيير العلف، ده تالت يوم ليا انا بخلط فيه البادي على النمل. في ناس بتسأل بتقول ان امتى نغير العلف، على عمر كام، على وزن كام. بلاش يا جماعة موضوع ان احنا لما نيجي نغير العلف الفراخ ان احنا نقول على عمره معين او على وزن معين. في بعض الناس بتقول ان احنا بنجيب العلف بالكيلو. بلاش يا جماعة موضوع ان احنا نجيب العلف بالكيلو للفراخ، لان احنا كده مش هنبقى ياكلنا على الفراخ كام كيلو.
ده غير كمان ان التاجر اللي احنا هنجيب منه العلف ممكن ان هو في كل مرة يبقى عنده علف مختلف، وده غلط على الفرخ لانه هيسبب له اسهالات. كل مرة هنغير فيها العلف للفراخ هيعمل معانا اسهالات، الفرخ مش هياكل في العلف زي العلف اللي هو متعود عليه، فده هيأخر معانا الوزن. فالافضل ان احنا لما نيجي نجيب الكتاكيت وننزلها نعرف ان احنا جايبين كام كتكوت، نعمل حسابنا على كل كتكوت في فصل الصيف حاليا 700 جرام بس من العلف البادي. او لو احنا مش في الامكان ان احنا نجيب كميه العلف كلها على بعض وهنجيب برضه بالكيلو، بس نخلي بالنا ان احنا نكون بنجيب نوعيه واحده، مش داعي ان احنا نغير كذا نوعيه للفرخ. كمان نخلي بالنا ان يكون التاجر اللي احنا بنجيب من عنده العلف ما يكونش مخزن العلف في الشمس، ان العلف لما هيتخزن هيتحط في الشمس هينشط فيه البكتيريا والسموم، وده هيضر الفرخ معانا. ومهما نزلنا أدوية ونزلنا علاج مش هيجيب نتيجة، لأن المشكلة أصلا في العلف. كمان نخلي بالنا إن يكون نوعية العلف اللي احنا بنجيبها نوعية واحدة، يعني مش بنغير في كل مرة نوعية. ونعرف بقى احنا بنأكل كام كيلو علشان لما نيجي نغير العلف نبقى عارفين احنا أكلنا قد ايه. يكون الفيديو عجبكم، لو عجبك الفيديو متنساش تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. مع تحياتي للجميع.